هلو. من يومين نزلت لكم فيديو على انستجرام اتكلمت فيه عن اكتر الحاجات اللي بتوقف الوفره في حياتك او بتخليك عندك عكوسات مع الحياه. تلاقيك بتبذل مجهود كويس قوي، بتعمل اللي عليك، دخلت الوعي، اتعلمت حاجات كتير قوي اكتر من ناس كتير ممكن تكون في الوعي ومش فاهمه اي حاجه وما بتنفذش. انت بتنفذ وبتعمل اكشنز وبتاخد قرارات وبتنقل، بس العكوسات زايده عندك قوي. ايه اللي بيخلي العكوسات دي تزيد؟ لو انا من جوه الطاقة بتاعتي اللي عايشة مع الحياة فيها إحساس بإن أنا مش راضية عن نفسي 100%، وعن غلطاتي وعن الذنوب اللي أنا بعملها وعن الحاجات اللي مش أحسن حاجة أنا بعملها، بسبب إن أنا في أب وأم كانوا دايما بيكلموني عن إنه أنت لو ما عملتش كذا ربنا غضبان عليك، أنت لو ما بتعملناش إحنا كذا أنا مش راضية عنك، وشوف رضا الأب بقى والأم هيعمل إيه. المهم إنه أنا دخلت لاير كده في جسمك إن أنت طول ما أنت مش في أحسن حتة قدام نفسك وقدام ربنا، الحياة غضبان عليك وفي غضب وفي لعنة وفي كل الكلام ده. بتبدأ انت تبقى بتعمل الحاجات اللي خلاص ممشياك في الوعي وبتخليك تاخد اكشنز، والمفروض حياتك يبقى فيها يسر، بس لو ده متحوش جواك بيفضل يشدك وشبح يشدك لورا. خليني اقولك مفاجأة مهمة قوي. كل ما بتطلع في الوعي كل ما الحاجات اللي بتبقى عايز تجربها، سواء غلط او صح مش قصتي، سواء حرام او حلال مش قصتي، بتزيد. يعني احيان كتير لما بتخش الوعي بتلاقي نفسك داخل في سكة ان انت بتجرب علاقات جنسية. احيان كتير تلاقي نفسك عايز تقلع واحدة عايز تقلع الحجاب. احيان كتير تلاقي واحدة بتحاول ان هي تدخل علاقات كتير. المهم انه لما بيبقى فيه حاجات كانت مكبوتة في الاولد سيلف او في الفيرجن القديم بتاعتك، بتلاقي نفسك عايز تفتحي فيها على البحري، او انت عايز تفتحي فيها على البحري. مش عشان ده بسبب الوعي، عشان في ناس بتخلط انه انا دخلت الوعي يبقى هو ده السبب، انا بعدت عن ربنا. ما في ناس بتخلط. انا كان عندي واحده كنت بعملها سيشنز، وكان عندها علاقه جنسيه مع شخص، وبعد ما جت معايا ما اتكلمتش معاها في حرام وحلال خالص. انا اتكلمت معاها في انه العلاقه دي مش صالحه ليكي، وانه انتوا الاتنين ازاي ممكن تفكروا بشكل مختلف في الحياة، وانه ازاي انتي كشخص تفهمي اذا العلاقة دي مش صالحة ليكي يبقى العلاقة الجنسية مش صالحة ليكي، يبقى انتي نفسيا انتي اللي تنفري من ده اللي المفروض احنا نفهمه. اي ديانة لو كانت بتكلمك بدرجة الخوف ما كانتش بتكلمك بدرجة الخوف عشان هو ده اللي المفروض يحصل، لا، عشان دي اول لاير انا بكلمك بيها. انا لما باجي مع طفل صغير بربيه بخوفه ان الكهرباء بتلسع، بحاول اشرح له 100,000 مرة. مش هروح اقول له مش هروح اكلمه بالعقل يعني مش هروح اقول له عارف الكهرباء ليه بتلسع؟ عشان في شرارة بتطلع من الفيشة، فلما الشرارة دي بتطلع انت بتتكهرب، فبيحصل ايه في الجسم؟ مش هروح اكلمه بالعقل، انا هروح اكلمه بانه خاف الكهرباء بتلسع، الكهرباء بتوجع، صح؟ فدي الطريقة اللي انا حطيتها لك في البداية. انت كإنسان لما بتبدأ بقى تكبر وتنضج ويحصل لك لير عالية من الوعي، بتبدأ تبص للموضوع هو كان بيتقال لنا بخوف عشان فعلا في حاجة غلط بتحصل لما ده بيتعمل، بس مش لازم افكر فيها دلوقتي بنفس الطريقة. مش لازم اشوفها انه عقاب، انه انا هخش النار، انه انا فابدا اشوف انه هذه الطريقة اللي بتوقفني عن الغلط. عمرها ما تبقى دي الطريقة اللي بتوقف عن الغلط، لانه اصلا النفس دايما ميالة للحاجة اللي بتتمنع، للحاجة اللي بتتقال عليها لا، للحاجة اللي دايما حد بيحسسك ان انت ما ينفعش تختارها. انا بميل انسان الحر عشان مكرم وانسان واعلى تكريمات مخلوقات الله، فانا بميل ان انا اختار. فانت ما تحشرش في السيستم النفسي بتاعي ان انا ماليش اختيار، احشر في السيستم النفسي بتاعي انه انا هستفيد ايه ومش هستفيد ايه، صح؟ فهي دي الفكرة بقى، انه لما احنا دخلنا الدين، ايا كان الدين او كلامك مع ربنا، كان لازم يخشوا لك بايه؟
بان انا هغضب عليك، انه ربنا هيحرقك، ان ربنا هيعذبك، انه محدش تعمق طبعا وفهم انه الفكرة كلها ان انا بوضح انه ده مش هيفيدك، فبخوفك منه، مش عشان خاطر تفضل انت فاكره وبتكلم نفسك بنفس الطريقة، وعشان خاطر لازم احنا عندنا عقل، لازم بعد كده نفهم احنا نتعامل مع ربنا ازاي. انت عايز تروح لربنا ازاي؟ انت بتحس بيه ازاي؟ مستحيل تتعامل مع ربنا على انه الشخص اللي استغفر الله يا رب، انه الحاجة اللي انت عارف ان انت ما هترجع لها في يوم من الايام هتعذبك. مستحيل دي هتبقى علاقة صافية فيها حب، فيها انتماء، فيها انتماء مع الروح، فيها انتماء مع النفس، فيها انتماء مع الجسد، فيها انسجام واتصال للمنظومة دي كلها. فاللي عايزه ارجع لك فيه تاني ان انت محتاج تغير وجهة نظرك عن فكرة ان انت لو دخلت الوعي زنيت، عملت غلطات، عملت اي حاجة وحشة، ابدأ راجع نفسك وافهم ان ده مش بسبب الوعي، فتقول خلاص انا مش هكمل في الوعي. زي ما انا قلت لك السيشن، البنت اللي كانت بتجيلي ما كملتش في الوعي عشان فهمت ان الوعي هو السبب اللي خلاها تكمل في الزنا. لا، انت اخترتي تكملي في الزنا عشان خاطر انا من جوايا مش عايزه ابطل شعور الذنب. طول ما انا بكلم نفسي بالذنب، طول ما انا مكمله في الحاجه دي، فهي افتكرت لما انا هشيلها شعور الذنب هي هتكمل اكتر. بالعكس، انا لو فقت ورجعت لربنا هفهم انه اصلا علاقتي بربنا ما ينفعش يبقى فيها ان انا بعمل ده عشان بخاف. المهم، انسف ده من دماغك، انسف ان الوعي هو السبب. اعرف ان نفسك بتفرغ عشان كانت مكبوته بقالها كتير، كانت عماله تقولها لا لا، فعايزه ترمي بقى نفسها في الحاجات دي وتجربها من الاول. فسيب نفسك، بس خليك عارف ان الحاجه دي مش بتفيدك، وان انت موافق انه تمشي على التراك اللي بيفيدك. تعرف ايه هي رسالتك، تعرف انت اصلا كنت جاي ليه، ايه الاتفاقات بتاعت العقد الروحي بينك وبين ربنا عايزك هنا ليه. كل الحاجات دي هتخليك ترجع من جواك مش عايز اي طاقة سلبية تدخل جسمك، صدقني. يمكن السيشنز، المحاضرات الجاية او سوري عشان انا لسه خارجة من محاضرة، يمكن الفيديوهات الجاية اكلمك عن ازاي ممكن حتى التدخين وكل الحاجات المضرة والاكل المضر جسمك ينفر منه. Releasing Others كان تجربة مختلفة في حياتي، هي كانت شقلبة في حياتي مش تجربة بس. كورس ما شفتش زيه، أنا حضرت كورسز قبل كده. الكورس ده قد إيه هو شقلب حياتي، مش بس أغيرها، نظرتي للنعم بتاعت ربنا ونظرتي لنفسي ونظرتي لكل حاجة. وعي فعلا في الكورس ده، فعلا انت الواحد بيخرج قد إيه وعيه زاد ونظرته متغيرة جدا تجاه الموقف ده. أنا بالنسبة لي Releasing Others ده كان فعلا يعني Releasing Process كده، هو بيريليس الواحد. Releasing Others هو من اقوى الكورسات اللي انا بقدمها، اللي بتعمل شيفت في الانرجي، لان الحياه هي عباره عن السيستم اللي عايش جواك. السيستم اللي عايش جواك لو كله غضب، لو كله انت كونتراكتد متنشن، عامل كده طول الوقت، بتعافر، بتزق، بتحاول طول الوقت في من جوه بنهج، هتلاقيه بيحصل انتكاسات، بيحصل العكوسات اللي قلنا عليها، الابواب كل شويه اول ما تقرب لها تتقفل في وشك. فكل الحاجات دي بتخليك تيأس من الوعي وتيأس من نفسك وتحس ان مفيش اي طريق نافع، وده هدف الشيطان في الاخر. فان شاء الله في راوند 8 الجاية اللي هنبدأها في شهر 9 سبتمبر 2026 تقدر تشارك فيها. من اقوى الكورسات بجد اللي بتعملك شيفت في الطاقة، وهتلاقي ان احنا بنقعد مع بعض حتى فترة عشان ليها تدرج بروسس. ما ينفعش ان انا اديك المعلومات واجري خلاص ماليش دعوه بيك، لا، لازم افضل اغير لك السيستم والبروجرامنج اللي بيحصل جوه ده واحده واحده. انا مبسوطه قوي ان انا كنت معاكم النهارده في الفيديو ده، ويا رب يكون فادك. وما تنساش تعمل تمارين كلها انك تسيب كل الطاقات بتاعت اهلك، كل البروجرامنج دي، لان هي بجد 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 بتوقف لك وبتخليك انت مع نفسك مش حاسس احسن حاجه. ودي اهم حاجه بالنسبه لي، انه الشخص والانسان اللي هو موجود على الارض بهدف إلهي يكون عايش المشاعر الحقيقية مع ربنا عشان يفضل يتطور وعشان يفضل يخدم الأرض ويقدم أحسن حاجة. إن شاء الله أشوفك في فيديو تاني بتوبيك جديد، وأشوفك برضو في Releasing Others شهر 9 لو حابب، أو في أي محاضرة أنا بقدمها. لو حبيت تشترك في أي حاجة أو تعرف أي استفسار هتلاقي الكونتاكت بتاعنا موجود في انستجرام أو في الويب سايت. أشوفك في فيديو تاني، باي باي.